سلام تام. معكم مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كاملين كنستعملوه بلا ما نحسو. اللغة كانت تتهضر بينا من غير هضرة، التواصل غير اللفظي. ماشي ديما خصنا نهضرو باش نعبرو، وساعات نظرة، ابتسامة، حتى طريقة الجلوس كتشرح بزاف على اللي كنحسو. أول حاجة الإشارات والحركات، ابتسامة، حركة بسيطة ولكن كتفتح القلوب وكتعطي الراحة. هزة الراس كتقول أنا معاك وكنسمع ليك. حركة اليدين اللي كيحرك في يديه بزاف ممكن يكون متحمس أو متوتر. المسافة، القرب ولا البعد من شي شخص كيعبر على الراحة ولا الحشومة. ثاني حاجة التواصل غير لفظي في العلاقات، سواء كتكون متزوج ولا باقي، هاد التواصل مهم بزاف مع الشريك ديالك. النظرة دالة ولا لمسة خفيفة مرات كتكون أقوى من الهضرة كاملة. مع الناس في الخدمة ولا الأصدقاء، ابتسامة ولا وقفة واثقة كتعطي انطباع زوين عليك. ثالث حاجة كيفاش نفهمو الإشارات. مكيناش حركة عندها معنى واحد، الموقف الثقافة كيبدلو بزاف. مثلا شي واحد كيهز رجليه بزاف كيزعزعها، ممكن يكون متوتر أو ممزروبش. اللي كيهبط عينيه ماشي ديما ضعف، ساعات كتكون احترام وتقدير. الجسد مرات كيقول الحقيقة اللي اللسان ما كيقدرش يقولها. وغنحكي لكم على واحد الموقف بسيط. في وسط جلسة عائلية كبيرة، الضحك والهضرة والجو ديال الدار، سلمى وياسين جوج مجوجين جداد جالسين وسط العائلة. واحد سول سلمى واحد السؤال محرج قدام الناس، هي تقلقات ما عرفات باش تجاوب. أول حاجة دارتها شافت في عينين ياسين غير ابتسم ليها ابتسامة هادئة وهز راسو بشوية بحال اللي كيقول ماشي مشكل خليك مرتاح. في ديك اللحظة بلا ما يهضر عطاها امان، سلمت نفسات وبدلات الموضوع بخفة. العائلة كملت الهضرة ولكن بينهم هما كان حوار بلا كلمات. نظرة، ابتسامة، هزة الراس كانت كافية باش ترتاح. المهم الكلام المهم ولكن لغة الجسد مرات كتوصل أسرع وبشكل أوضح. خليك واعي بإشاراتك وحاول تفهم إشارات اللي مقابل معك، لأن التواصل غير لفظي مفتاح كبير للفهم بين الناس، وخصوصا بين الزوجين.